وحمص الصابرة وإدلب وحماة الباسلة ودرعا وباب عمرو وسواها من تلك الربوع الشامخة، فدمشق دمع لا يكفكف وآهات لا تخفف، لكن بشائر النصر تلوح وراياته خفاقة ترفرف. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، إنه النصر المبين المؤزر. فالله الله في الصبر والثبات، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين. إخوة الإسلام، وإن المقاصد العظيمة والغايات السامية النبيلة لإخواننا في سورية المضمخة بنور العقيدة لتتهاوى حيالها شم المتارس والمعاقل، ويؤازرها كل غيور عاقل، ولا يصادمها إلا فدم أعيا من باقل. كيف وشعارهم الله أكبر، ولن نركع إلا لله، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونعم الشعار، وثغرهم دار الشام ونعم الدار، أولئك الذين يستجمعون أخلاق النصر وأسبابه، وإيم الله هم المنتصرون، والذين يستلئمون بأخلاق الهزيمة هم المنهزمون. يا رجال الإسلام هبوا وكونوا دائما للبغاة بالمرصاد، لا يرد الحقوق إلا إباء يصطلي من أواره كل عادي. أمة النصر والأمجاد، أمة النصر والأمجاد، وإننا لنتفاءل بإذن الله بانبلاج صبح النصر المبين في كل مكان على الضراب والآكام. لإخواننا في بلاد الشام الأبية هاتفين صبرا صبرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومع اليسر نصرا، وطوبى لكم طوبى، وستبرق بين بيارقكم بوعد الله بوارق الفجر وتباشير النصر، وسيسطر التاريخ بمداد البطولة ملحمة العزة والفخر. فالبغي مهما زمجر فإلى تتبير وزوال، ومهما دمدم فإلى غبور ودوال. يا رب حمص مزقت أوصالها، والستر يهتك في ربوع الشام، فاجعل عيون المؤمنين قريرة، فاجعل عيون المؤمنين قريرة، بدمشق ترفع راية الإسلام. ألا بحبل الله فاستعصموا، وبالعزيز القدير استنصروا، تنصروا وتستبصروا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة وإثم، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وتوبوا إليه واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الديان، ناصر المستضعفين من أهل الإيمان، وقاصم جبابرة البطش والطغيان وإن طال الأوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله نهى العالمين عن البغي والعدوان وصد الماردين بالحجة والسنان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين سادات الزمان وصحبه الأولى كانوا من الليل القوام والرهبان ومن النهار الدعاة والفرسان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه ولتهنكم بشائر النصر بإذن الله، فالظلم مرتعه وخيم والظالم منبوذ لئيم ومصرعه لا محالة وشيك ذميم. واستيقنوا رحمكم الله أن النصر مع الثبات والاصطبار والظفر قرين الاعتصام بالواحد القهار. إخوة الإيمان، وهذه المرحلة الحرجة في مسار أمتنا مطية ذلول لمزيد التمالؤ المستذئب من قبل المتربصين المكرة والشانئين الغدرة، وهذا التمحيص شطر الاجتباء والتخليص هو المسبار الكاشف لمقدار ثبات الأمة وتلاحمها واتحادها وتراحمها. ومن المثل والعبر التي تزجى وتساق ما أصاب المسلمين يوم أحد من البلاء، ورغم ذلك ظهر دين الله وعز وانتشر وبز. وتلك المثل والقيم هي الترياق الشافي والبلسم الوافي للحقائق المشرقة التي تسير على نورها وهداها. الفلول المسلمة في أرض الشام وفلسطين ضد الصهاينة اللئام، وملء قلوبهم وقلوبنا النصر للإسلام والفوز للإسلام والمجد للإسلام بإذن الله الملك العلام، وإن تكالب عليهم ضيء الإرهاب والإجرام. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فإيماننا بالنصر رغم عتوكم كإيماننا بإلهنا القادر الفردي، متى صدقت منا النوايا وأخلصت فنحن مع النصر المبين على وعدي. وبعد، معاشر الأحبة، فلكم تقتضينا أخوتنا القعساء وعقيدتنا الشماء مؤازرة أهالينا في سورية الفيحاء وفلسطين الإباء ليحققوا الأمن والانتصار وحقن الدماء والاستقرار، ولو تجرعنا لأجل ذلك كؤوس الصبر المرار، وأن نصطبر على ما أصابنا وأن لا نشكو إلا إلى الله أوصابنا. فسود النوائب لطالما أسفرت عن نيل الأماني والرغائب، والخطب الجلل بريد لأزكى الأمل بإذن الله عز وجل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الأنام وقدوة أهل الإسلام الصابر على المحن بتوكل على الله واستعصام، فقد أمركم بذلك المولى في كتابه عزيز النظام، فقال تعالى قولا كريما بديع الإحكام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي جامع الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك
ويغفر لك ذنبك. ومحبة الهادي الصلاة عليه من ثغر